العياشي الفايح المصنان يقول لك الجزائر معزوله دوليا. يا بين معزوله يمدي انت اللي راك معزول، يا بين انت اللي راك معزول. المغرب هو اللي في عزله. المغرب فعلا معزوله جغرافيا، لانه اكبر حدودها عندها حد واحد فقط مع الجزائر، هي حدها الجزائر وتحدها الصحراء الغربيه. عندها مشاكل مع الصحراء الغربيه في الامم المتحده رانا عارفينها، وعندها مشاكل مع الجزائر اللي غالقه الحدود وقاطعه العلاقات الدبلوماسيه. وعندها سبته ومليله اللي هي محتلتين من الناحيه من جهه البحر، وعندها الملح او سمك القرش من جهه اليمنيه. هذه عزله جغرافيه من عند رب العالمين، دار في عزله. زاد من ربي عزله اخرى ايضا طبيعيه اللي هي مكان لا موارد لا يورد. عدم هذاك الفوسفات، والان الجزائر دخلت السوق تاع الفوسفات تنتج الاضعاف المضاعفه تاعهم. يعني الجزائر كسرت عليهم السوق تاع الفوسفات، بقى لهم مورد واحد للرزق اللي هو راكم عارفينه الويو. هذاك هو الحاجه اللي تبعوها، يعني طيط. هذاك هو المصدر تاعهم تاع الاقتصاد، مصدر الرزق نتاعهم. معزولين من عند رب العالمين جغرافيا واقتصاديا، ومعزولين ايضا في علاقاتهم الدوليه. يعني الملك تاعهم لا يظهر في المنتديات الكبيره، ولا يظهر الا نادرا، والان اصبح لا يظهر تماما، ما كانش. مع من علاقته مليحه لما اذا كان على حدودنا احنا مع انتم برك اللي مش متفاهمين معكم. عندنا 7 دول دايرين معهم حدود رانا لاباس الحمد لله، ما قاطعين علاقات دبلوماسيه. احنا مع ليبيا علاقتنا الدبلوماسيه مع ليبيا في وفاق تام، علاقتنا الدبلوماسيه والاخويه مع تونس في وفاق تام. مالي صرات مشاكل، ولكن ما العلاقه ما بين البلدين علاقه طيبه، ما كانش كاين صرا بيناتنا احتكاكات، ولكن لم تصل الى درجه قطع العلاقات لا كما وصلت معكم عادي جدا. مع من عندنا هذه حدودنا. اذا تكلمنا على علاقاتنا العربيه، احنا عندنا مشكل مع الامارات، ما قطعناش مع العلاقات الدبلوماسيه. بالمناسبه الامارات وصل تحذيرات من جهه الجزائر، تحذر في الامارات، واليوم راكم شفتوا الرئيس تاع الامارات يتذلل ويتودد للرئيس تبون. كان بامكان هذه اللقطه وهذه الصوره ما نشوفوهاش، ولكن شفناها. مصر علاقتنا بها جد 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 ممتازه، وهي قوه اقليميه في الشرق الاوسط. مع من علاقتنا حنايا؟ علاقتنا مع الجميع ممتازه. انت يا المروكي الفايح اللي علاقاتك مكسره ومدمره مع الجميع، هذه حقيقتك يا مجرب، هذه حقيقتك، هذه حقيقه علاقاتك الدوليه، هذه علاقاتك. كما راه يكتب واحد المروك حاشاكم حاشا قدركم، هذه علاقاتك.